صباح الفل. بعد بوبنزا ما خلع من الزمالك وراح اتعاقد مع رابط بوخارست والناس اتريقت علينا يا عم رغم ان احنا قلنا الكلام ده. دلوقتي الزمالك بيجهز ملف كامل عشان يبعته للفيفا علشان هو عايز يقاضي الراجل ده، والزمالك طالب العقد كامل اللي كان هيديه لبوبنزا خلال ال3 سنين اللي هيتعاقد معاه فيهم اللي هم ال4 مليون دولار. طيب، الكام يوم اللي فاتوا في وسطاء يعني تحركوا او الفريق القانوني بتاع بوبنزا وارسلوا لنادي الزمالك ان هم بالبلدي كده عايزين يحلوا موضوع ودي يا جماعه، بلاش قضاء وبلاش الكلام ده كله ونلم الدنيا، وابعتوا لنا البطاقه الدوليه بتاعتنا للنادي الجديد بتاعه اللي هو رابط بوخارست. نادي الزمالك رفض الموضوع ده تماما وقال ان هو هيتحرك في الموضوع بشكل قضائي، وهيبعت للمحامي الايطالي المختص بيه كل ما يثبت البطاقه الدوليه بتاعت الراجل والايميلات وتذاكر الطيران والايميلات اللي فيها موافقه الراجل على العرض بتاع الزمالك وكل الكلام ده كله. نادي الزمالك رفض تماما الحلول الوديه وعايز